في ذكرى وفاته كيف أثر أحمد شوقي في مسيرة محمد عبد الوهاب. يعتبر الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى العربية الذين ظهروا في بدايات القرن العشرين بسبب أعماله الموسيقية اللي شكلت تغييرا جذريا في عالم الغناء العربي حتى نال لقب موسيقار الأجيال. ويصادف اليوم الأحد الموافق 4 مايو الذكرى ال 34 لوفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب، حيث أنه توفي في سنة 91. وربطت محمد عبد الوهاب علاقة قوية بأمير الشعراء أحمد شوقي الذي اعتبره مثله الأعلى، حيث بدأت علاقتهما سنة 24 عندما أقيم حفل لمحمد عبد الوهاب بأحد كازينوهات الإسكندرية، وحضر عدد من رجال الدولة وبعض المشاهير. وعقب انتهاء الحفل طلب أحمد شوقي مقابلة محمد عبد الوهاب، ومن هنا بدأ يتبناه فنيا. وقضى محمد عبد الوهاب 7 سنوات مع أحمد شوقي، والذي اعتبر هذه الفترة هي الأهم في جميع مراحل حياته، حيث علمه اللغة الفرنسية التي كانت لغة الطبقة الراقية وقتئذ. وانطلقت نجومية عبد الوهاب من خلال تقديم أحمد شوقي له في الحفلات إلى رجال الصحافة الكبار منهم طه حسين وعباس العقاد، وكذلك رجال السياسة الكبار منهم محمود فهمي النقراشي وسعد زغلول وأحمد ماهر باشا. وكان محمد عبد الوهاب يتمتع بمكانة سياسية قوية، حيث حصل على رتبة اللواء الشرفية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتقى زي اللواء أثناء قيادته لعزف النشيد الذي تغنى به عند توقيع السادات معاهدة السلام مع إسرائيل. وكان لمحمد عبد الوهاب نصيبا من العمل في السينما بجانب الموسيقى، حيث شارك في عدد من الأعمال منها الوردة البيضاء ودموع الحب وغزل البنات ولست ملاكا وممنوع الحب ورصاصة في القلب. تجسيد شخصية محمد عبد الوهاب في عدد من الأعمال الدرامية منها العندليب، حكاية شعب، أسمهان، أنا قلبي دليلي، الشحرورة، ومشرفة رجل لهذا الزمان، أنا قلبي دليلي، حليم، وأبو ضحكة جنان، والسندريلا. حظي محمد عبد الوهاب بالعديد من التكريمات من قبل الدولة تقديرا لمسيرته الموسيقية الكبيرة، منها الميدالية الذهبية في العيد الذهبي للإذاعة، الجائزة التقديرية في الفنون، وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قلادة الكوكب الأردنية، الميدالية الذهبية في العيد الفضي للإذاعة، حصد لقب فنان الشعب، جائزة الجدارة. تم تكريمه بعد وفاته بإنشاء متحف يحتوي على مقتنياته الخاصة بجوار معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، كما تم إقامة تمثال له بميدان باب الشعرية تخليدا لذكراه. توفى محمد عبد الوهاب إثر إصابته بجلطة في المخ في 4 مايو سنة 91 عن عمر ناهز 81 عام، ليرحل بذلك واحدا من أهم الموسيقيين في العالم العربي. وقد أقيمت له جنازة عسكرية بناء على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.